المناعه بشكل عام، يعني طيب. ايه الحاجات اللي ممكن تقوي المناعه علشان احافظ على الطفل؟ دايما بنتكلم في القصه دي من اول شهر 9 مع بدايه فصل الخريف. نبدا نقول للامهات يلا استعدوا بسرعه، عشان خاطر معروف الشتاء والاطفال ما بيتفقوش. بالظبط. وبالتالي في مجموعه من الاجراءات لازم نتكلم عليها. فدايما الامهات بتبقى عايزه مثلا ايه، عايزه علبه دواء اول مناعه. لا، النوعيه دي من المشاكل مش بتتعالج بعلبه دواء، ولكن بتتعالج بمجموعه من الاجراءات. اللي هي ايه؟ اللي هي اولا لازم نتاكد ان الطفل ماشي على فيتامين دي، لان هو اجباري رسمي لحد 5 سنوات، وفي كلام جديد لحد 12 سنه، وفعليا لحد 100 سنه كلنا محتاجين فيتامين دي، لان ما حدش فينا تقريبا بيتعرض لشمس حاليا. رقم 2 لازم الطفل يشيك على الانيميا كل سنه مره. يعني وزاره الصحه بتقول لحد 12 سنه لازم روتيني كل سنه ايه، يعني كل سنه بنعمل للطفل التحليل بشكل روتيني، لان الامهات بتبقى متخيله ان هي هتلاقي حاجه حصلت فتروح تحلل، لا، من غير ما تحسي بحاجه، لان الطفل هيبقى عنده انيميا وانت مش واخده بالك. ايه سبب الانيميا يا دكتور؟ ايه سبب الانيميا في الاطفال؟ يعني دايما يقول لك الطفل انيميا، ايه طيب. السبب؟ طبعا كلمه انيميا بتتقال على انيميا نقص الحديد، انما الانيميا ليها انواع كتيره جدا. احنا بنتكلم على انيميا نقص الحديد لان هي الاشهر في الاطفال، والاشهر سبب ليها سوء تغذيه. يعني الطفل عاده مش بياكل كويس، وعايش على حلويات وكاندي وشيبسيهات والاكلات الجاهزه والحاجات دي، فاشهر سبب ليها ان هو سوء تغذيه. يعني تلاقي الام سايبه ابنها عصير، مش عارف، شيبسي، بسكوت،